السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم فيديو جديد. كل عام وانتم بخير. الفيديو ده في شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة التاريخ 6 إبريل 2022، الموافق 5 رمضان. أنا في طريقي لمدينة الخبر من مدينة الدمام، يعني بتحرك من مدينة الدمام إلى مدينة الخبر. وقلت كده في الطريق أصور لكم الطريق، الناس اللي هي كانت موجودة في السعودية تحب تتفرج على الحاجات ديت، والناس اللي مش موجودة في السعودية تشوف برضو تاخد فكرة. أنا في شارع الملك فهد، و هاخد الطريق الملك فهد، وهو الطريق هيستمر معانا لغاية الدمام، وهو بيسموه هنا طريق الكباري كمان لأن هو في مجموعة كباري كتير. الطريق عادة بيكون زحمة في فترة الصباح، الناس كلها رايحة الشغل وكده، وفي الفترة المسائية برضو فترة خروج الناس الموظفين من شغلهم بيبقى برضو الطريق زحمة جدا. أنا دلوقتي تقريبا الساعة 11 صباحا، ويعتبر الفترة بتاعت الاختناق المروري ده زي ما بيسموه أصبحت أخف، وبالتالي الطريق إن شاء الله يكون رايق حتى مدينة الخبر إن شاء الله. أثناء الطريق بحاول أشرح لكم، أقول لكم بعض الأماكن الموجودة أو المعالم الرئيسية على الطريق اللي موجودة. طبعا إحنا هنا في مدينة الدمام، والطريق الملك فهد مستمر من مدينة الدمام حتى مدينة الخبر، وبيوصل كمان لغاية المطار. طريق واحد مستمر. الميزة إن هو بدون، تقدر تاخد الطريق ده بدون أي إشارة، مفيش إشارات خالص، ما شاء الله تبارك الله. يعني تقدر توصل الى من الخبر لغايه مطار الدمام. يا رب ان شاء الله نروح مطار الدمام وننزل مصر ان شاء الله على خير. زي ما انتم شايفين في خدمات مميزه، والطريق دايما يكون في تطوير من وقت للتاني، حاجه جدا راقيه يعني. وهتشوفوا معانا. طبعا احنا في النفق ده هو حارتين بس بعد كده ان شاء الله بالطريق بيكون 4 حارات، بيكون طريق واسع يعني. على اليمين والشمال طبعا في محلات مختلفة، مطاعم تظهر. طبعا في الصبح مش هتلاقي مطاعم فاتحة ولا كافيهات فاتحة عشان احنا في رمضان. زي ما انتم شايفين كده، ندخل من نفق، نطلع من نفق، ندخل في نفق. طبعا ده كله معمول الانفاق دي بغرض تسهيل الحركه المروريه. يعني بتلاقي الناس ماشيه فوق في بيسموه طريق الخدمه، الناس اللي هي عايزه تدخل يمين او تدخل شمال او تعمل يوتيرن هنا او هنا. ولكن الطريق زي ما انتم شايفين كده ايه مستمر معانا الين، زي ما بيقولوا في السعوديه، الين لغايه ايه الخبر ان شاء الله. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة. طبعا الناس اللي عندي على القناة، اللي متابعين القناة، ممكن يكونوا شافوا المحتوى اللي بنقدمه. عندنا محتوى، يعني في محتوى. طبعا أنا بقدم فيديوهات كتيرة عن اللغة الإنجليزية، وأحيانا بحط حاجات كده زي الفيديو زي ده، حاجات كده بصور الطريق، بكون في مكان معين فبوثق المكان اللي رحت فيه، التجربة اللي رحتها يعني. يمكن مش مكتر فيها قوي، ولكن الشيء بقى اللافت ان انا لما براجع احصائيات المشاهده على القناه بلاقي ان، معلش يا جماعه الشكل كده دخل على دور برد. بلاقي ان نسبه المشاهده للفيديوهات اللي فيها تصوير للشوارع او اماكن الناس بتحب تتفرج عليها. ده بيخليني انا افكر في الفتره الحاليه، هل ممكن مثلا ازود الجرعه اللي فيها النوعيه دي من الفيديوهات ونشوف مدى التفاعل ايه، ولا ان الواحد يتجه كليا للتصوير الاكتيفيتيز وحاجات اللي زي كده، بصفه ان انا مصري موجود في السعوديه اصور الحاجات، التجارب اللي الواحد بيشوفها هنا في السعوديه. في حاجات مميزه وجميله جدا نشاركها مع الناس. حتى لدرجه ان انا فكرت ان انا، طب انا ليه
ما اعملش التجارب دي اللي هي الزيارات للاماكن ديت وشرح الاماكن الحلوه وتستحق الزياره. واثناء برضو حتى الشرح ده الواحد ممكن يستخدم بعض التعبيرات باللغه الانجليزيه او بعض المفردات عشان خاطر ان احنا يعني امسك العصايه من النص، ابقى قدمت ده وقدمت ده. عمال افكر في الاثنين يعني. فاريت لو انتوا هتشوفوا الفيديو ده، لو حد شافه ان شاء الله وكتب له انه يتشاف ان شاء الله، تقولوا لي رايكم في التعليقات في الفكره دي. زي ما انتم شايفين احنا في تصوير متصل، مفيش اي وقفات، مستمرين ان شاء الله الى مدينة الخبر. طبعا احنا هنا يعتبر هنبدأ نخرج بره مدينة الدمام. على اليمين ده اسكان الدمام، اسكان الدمام مجموعة عمارات سكنية، اسكان الدمام بيسموه اسكان الدمام. وده بقى يبدأ خدنا كده نعتبر الهاي واي او الطريق السريع او طريق الكباري زي ما قلت لكم لغاية الخبر. تحت هنا المفروض في محطة سكة الحديد تقدر توصل لها بعد الاسكان يمين، اسكان محطة قطر يعني. الطريق مش فاضي لغاية الخبر، ولكن هيكون على الطريق دايما باستمرار موجود فيه طبعا زي ما قلت لكم في خدمات على الطريق، طريق الخدمة تحت مش على الهاي واي يعني. لو انت محتاج بنزين تمول بنزين او محتاج تشرب قهوة، محتاج تجيب حاجة، في حاجات على الطريق تحت. وكمان طبعا في شركات، في معارض سيارات طول ما انت ماشي في المنطقة الصناعية، المدينة الصناعية الأولى هنا. في طبعا مدينة صناعية تانية ممكن لو حصل فرصة ممكن أبقى أصور لكم الطريق ليها بعدين في مرة تانية على الطريق الدقيق أتوقع، مش متذكر. هو طبعا زي ما انتم شايفين الطريق يعتبر برضو مش فاضي، ولكن على الأقل بيتحرك، طبعا الناس كلها ماشية. في مراكز تجارية زي ما انتم شايفين يمين وشمال، مراكز تجارية مش أقصد إنها يعني للبيع والشراء للمولات وكده، لأ، أقصد مراكز فيها مكاتب شركات يعني، زي اللي على الشمال شوية النوفوتيل ده هنا، هو ده نوفوتيل. الشركات بقى كلها ما شاء الله موجودة هنا على الطريق يمين وشمال. مدينة الدمام مرتبطة بمدينة الخبر بثلاث طرق رئيسية. الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده، وفي طريق تاني اللي هو طريق اللي بيسموه طريق الدمام الجبيل برضو، وفي طريق بيسموه الطريق الساحلي برضو موصل لمدينة الدمام. 3 طرق تقدر ان انت تروح لمدينة الدمام، من الخبر للدمام او من الدمام للخبر عن طريقهم، على حسب طبعا المشوار اللي انت رايحه يعني. تشوف الطريق اللي هيوصلك بشكل افضل. زي ما انتم شايفين الطريق الحمد لله مميز يعني. متصل بشكل مستمر ان شاء الله. على الطريق طبعا في نادي اتوقع يمكن نادي النهضة، وفي نادي الاتفاق بس له دخلة يمين كده برضو. في معرض سيارات زي ما قلنا على شمالنا اهوت، معرض كيا. في
جريدة اليوم، المبنى بتاع جريدة اليوم. يعني طول الطريق فيه زي ما قلت لكم أماكن مختلفة. طبعا الناس اللي شغالة في الدمام من الخبر، أو شغال في الدمام والطريق الخبر، واخد الطريق ده يوميا رايح جاي، في الصبح ورايح واخر النهار، يبقى على طول على الطريق ده. ده جريدة اليوم اهوت، المبنى بتاع جريدة اليوم. انا طبعا مش عارف انتوا سامعيني كويس ولا لا بصراحه، لان انا ما جربتش حتى ان انا اوقف الفيديو واسمع الصوت، وده خطأ طبعا، كنت رايح اتاكد غلط يعني. بس يعني ان شاء الله تكون الدنيا كويسه ان شاء الله. لو انت شفت الفيديو ده وانت بتتفرج معايا على الفيديو ده، لا تبخل علينا باللايك. مش هقول لك الشير لان مش كل الناس بتهتم انها تتفرج على حاجات زي كده يعني، ولكن اللايك. ولو انت مش مشترك في القناه يا صديقي العزيز، شرفنا بالاشتراك في القناه. في هنا مدرسة القيادة، الناس اللي بتطلع اهيت على اليمين اهيت، قطر الخدمة تحت. الناس اللي بتطلع رخصة بيجوا يسجلوا في مدرسة القيادة. في الساحة هنا باين، مش عارف باينة ولا ايه، اللي هم بيتدربوا فيها وبعدين بيختبروا عشان يطلعوا الرخصة. طبعا انا عملت الموضوع ده الحمد لله. لو انت معاك رخصة مصرية تقدر ان انت تقدم وتختبر مباشرة على ما اتذكر يعني. ما اعرفش النظام اتغير ولا ايه، بس ده اللي انا فاكره. لو معاك رخصة مصرية بتيجي تختبر على طول، مش شرط انك تقضي الفترة بتاعت الاسبوعين او 10 ايام اللي هي بتكون في المدرسة بتاعت القيادة. لا، ممكن مباشرة ان انت ايه تختبر على طول. اتفضل يا باشا، اتفضل يا حبيبي، اتفضل. طبعا جاي مستعجل، ربنا يسلم طريقك. المهم اهوت ماكدونالدز على الشمال. في بدأنا احنا كده داخلين على الخبر، على مدينة الخبر قربنا. طبعا الحمد لله المسافة، الطريق ما شاء الله تبارك الله مساعد. فانت بتلاقي طالما الطريق فاضي بتلاقي الموضوع يعني ما بياخدش معاك وقت طويل. يعني احنا الفيديو صورنا بقاله 13 دقيقة شغال اهو من ساعة لما بدأنا التصوير. ما شاء الله تبارك الله. تقريبا اصبحنا على مشارف مدينة الخبر. معارض سيارات اللي على شمالنا دي، يمين وشمال معرض العربيات يمين وشمال، وطبعا شركات كمان يعني من تخصصات تانية، مش بس معرض سيارات. أسواق التميمي ديت من السوبر ماركتس المشهورة هنا، لها فروع كتير. هي على الشمال فاتحة هنا. الشيء الجميل انك تقدر عن طريق الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده تقدر ترجع الدمام تاني. تخيل تقدر ترجع الدمام تاني بدون ما تعمل يوتيرن، يعني مش تلف وترجع. ممكن تلف وترجع طبعا بنفس الطريق، بس تقدر تروح تمشي برضو تماما بدون اي اشارات. تقدر توصل ل مدينة الدمام تاني عن طريق بيسموه طريق الزهران، وتاخد طريق دمام الجبيل وترجع الدمام من طريق الدمام الجبيل اللي حكيت لكم عليه من شويه. برضه طريق متصل تماما ما شاء الله، يمكن اكبر من ده كمان في عدد الحارات. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هنا اهوت زي ما اللوحه مكتوب عليها الخبر. وصلنا مدينه الخبر
ما شاء الله 15 دقيقة بالتمام والكمال تقريبا. الخبر طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده مدينة جميلة جدا، وفيها احياء راقية وجميلة، ومن المدن الموجودة طبعا على الساحل زيها زي الدمام. وناس كتيرة بتحب تجيها في الصيف والاجازات، بيكون فيها فعاليات وانشطة من وقت للتاني في الاجازات، فالناس بتجيها يعني. كده احنا ايه، دخلنا مدينة الخبر. الحمد لله على السلامة. لو انت متفرج معايا على الفيديو ومكمل حتى هذه اللحظة فانت من الاحرار يا علي. ان انت ما شاء الله صامد وبتتفرج على الفيديو ده معايا الاخر، ده شيء جميل جدا يعني، بشكرك عليه. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، وطبعا انا هستمر دقيقة او دقيقتين كده وبعدين هنهي الفيديو ده، واتمنى ان شاء الله ان هو يلقى القبول، ونقدر لو عجبكم ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات تانية باذن الله على نفس الشكل ده. طبعا مدينة الخبر برضو ده شارع من الشوارع الرئيسية في مدينة الخبر. احنا دلوقتي في شارع الملك عبد العزيز، هنا بقى اسمه شارع الملك عبد العزيز في الخبر. طيب انا كده بستأذنكم ان شاء الله ان انا هنقفل الفيديو. هو الغرض كان تصوير الرحلة من مدينة الدمام لمدينة الخبر، وقد تمت بحمد الله، وشكرا لكم على حسن المشاهدة، وإن شاء الله نلقاكم في فيديوهات قادمة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.